قبل عام 2024 كان الميزانية السنوية للنادي الأهلي حوالي 40 إلى 50 مليون دولار، مما يعكس نمواً مستمراً نتيجة الرعايات القوية والنجاحات القارية. وكان نادي الترجي التونسي يدير ميزانية أصغر تقدر بنحو 10 إلى 15 مليون دولار، بينما كان لدى ميلودي صن داونز ميزانية تقارب 40 إلى 50 مليون دولار، مدعومة بإنجازاتهم الإقليمية. وواجه نادي الزمالك صعوبات مالية، حيث كانت الميزانيات عادة بين 4 إلى 5 ملايين دولار، أما نادي الوداد البيضاوي فكانت ميزانيته تتراوح بين 7 إلى 9 ملايين دولار، مدعومة بمشاركاتهم في البطولات الدولية. بشكل عام تبرز هذه الأرقام الفوارق المالية بين الأندية الإفريقية الرائدة قبل عام 2024. في عام 2025 يعمل الأهلي بميزانية سنوية تقدر بحوالي 65 مليون دولار أمريكي، مما يجعله أغنى ناد لكرة القدم في إفريقيا حسب التقارير المالية التي أوردتها صحيفة لو موند والتغطيات المالية الرياضية الإقليمية. ويدير الترجي التونسي ميزانية تقارب 50 مليون دينار تونسي، حوالي 17 مليون دولار أمريكي، بنسبة حوالي 26% من حجم ميزانية الأهلي، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الرياضية التونسية وتصريحات النادي. وارتفعت ميزانية ميلودي صن داونز، النادي الأكثر قوة مالية في جنوب إفريقيا، بشكل كبير، خاصة بعد الإيرادات من كأس العالم للأندية 2025، حيث يقال إنه حصل على أكثر من 900 مليون رند جنوب إفريقي، حوالي 52 مليون دولار أمريكي، مما رفع إجمالي ميزانيته السنوية إلى ما يقدر بين 75 إلى 85 مليون دولار، أو تقريبا 1.5 إلى 1.3 ضعف ميزانية الأهلي، وفقا لما أوردته وسائل الإعلام الجنوب إفريقية مثل سوكر لدومت. وعلى النقيض يستمر الزمالك في العمل بقيود مالية شديدة بميزانية تقدر بحوالي 5 إلى 6 ملايين دولار فقط، أي ما يعادل 8 إلى 9% فقط من ميزانية الأهلي. وعلى الرغم من عدم توفر أرقام رسمية لنادي الوداد البيضاوي، تشير التوقعات بناء على إيرادات كأس العالم للأندية حوالي 9 ملايين و550 ألف دولار، إلى أن ميزانيته تقارب 15% من ميزانية الأهلي. تعكس هذه التقديرات المالية للأندية ما أوردته الاتحادات الرياضية الوطنية والمؤتمرات الصحفية والمصادر الإعلامية الدولية الموثوقة. خلاصة الكلام في اللي حصل في كأس العالم وموسم 2025 ل 2024 بعبقرية الخطيب وإدارة الخطيب. إذا كان المال ما يحكم فلا تسمي نفسك بطلا عندما تفوز، وأن التنافس بلدية المحلة ومركز شباب تلا وبني عبيد والزمالك والاتحاد والفرق التي إمكانياتها المادية أقل منك عشرات المرات. وإذا كان المال ما يحكم فأنت في كارثة أن يفوز الزمالك بالسوبر الإفريقي وتتعادل معه موسمين متتاليين في كل المواجهات، إلا مواجهة وحيدة هو من فاز بها في الدوري الموسم السابق في الدور الأول، وأنت في كارثة أكبر حين يفوز الزمالك بلقبين في الموسم وتخرج أنت أيضا بلقبين لا غير في نفس الموسم، وميزانيتك وإنفاقك أضعاف ميزانية وإنفاق الزمالك. إذا كان المال يحكم فأنت ناد فاشل عندما يهزمك صن داونز بالخمسة مرتين ويتفوق عليك في المواجهات المباشرة ذهابا وإيابا في مجموع اللقائين 4 مواسم متتالية. إذا كان المال يحكم فأنت ناد فاشل عندما تحقق دوري أبطال إفريقيا 4 مرات في آخر 8 سنوات، بينما يحقق الترجي لقبين والوداد لقبين وإنفاقهم المالي أقل من ربع إنفاقك. إذا كان المال يحكم فأن يصنع بك صن داونز كل ذلك، وأن يكون أداؤه في كأس العالم ونتائجه أفضل منك في مجموعة أقوى من مجموعتك، فهذا يعني أنه أنجح منك. أما إذا كان المال لا يحكم
فأنت ناد فاشل حين يحقق الهلال السعودي ما حقق، وأنت فريق متوسط بالنتائج، فاللي عايز يدعم الإدارة دي واللي راضي عنها يشوف الشيلة دي تتوزع ما بين الجمهور وما بين الإدارة. أزاي